الملك بلياس بيسمع نبوءة الكاهن وبيقول له أرى شجرة في نهاية العالم على أغصانها جماجم وفروة ذهبية، وبيقول له هتنتصر الليلة على الملك أرسطو وملك تساليا وهتلبس تاجه، لأن زيوس كبير آلهة اليونان في اعتقادهم أراد ذلك، لكنك هتخسر العرش بعد كده على يد أحد أولاد أرسطو. وبيقول له إذن هقضي على كل أولاده الليلة. وبينتصر بلياس وبيمنع الكاهن الجنود حتى يتم تهريب الطفل جيسون ابن أرسطو اللي استولى بلياس على مملكته وقتل أبنائه ما عدا جيسون الوحيد اللي نجي من الأسرة. بتظهر هيرا زوجة زيوس على هيئة كاهنة وبتقول له هيجي رجل بصندل واحد ياخد منك الملك ويستعيد ملك أبيه وهو جيسون، وبتقول له لو قتلته هيبقى بتقتل نفسك. وبتقول هيرا لزيوس إنها قررت تساعد جيسون عشان يسترد ملك أبيه. بعد مرور 20 سنة بيسقط بلياس في النهر وبيجي شاب بينقذه، وهيرا بتراقب المشهد، وبعد ما بينقذه بيشوفوا بلياس بصندل واحد زي ما قالت له هيرا عن النبوءة، وبيتضح إنه جيسون بعد ما أصبح شاب، وبيشكره بلياس لكنه اتأكد إنه جيسون اللي هياخد الملك منه. بيستضيفه بلياس في معسكره وجيسون ما يعرفش إنه هو بلياس، وبينظر له الكاهن باهتمام وبيحضر معاه حفل راقص وما يعرفش إنه بلياس اللي قضى على والده واستولى على مملكته. وبيقول له ما عرفتنيش بنفسك؟ بيقول له أنا جيسون ملك تساليا، وبيعرف من جيسون إنه بيخطط لقتله عشان ينتقم لأسرته، وبيقول له لكنه محتاج لمعجزة وبيعتقد إن الآلهة تخلت عنهم. وبيقول له بلياس وفين المعجزة؟ بيقول له سمعت عن شجرة في نهاية العالم متعلق فيها فروة ذهبية لها قدرات عجيبة زي الشفاء وجلب السلام وإبعاد المجاعة، وبيقول له إنه قرر يذهب هناك ويحصل عليها. وبيقول له ابنه أكاستوس ليه ما قتلتوش؟ بيقول له لو قتلته يبقى أنا كمان هموت زي ما قالت له هيرا. وبيقول له الشجرة اللي هيروح لها في نهاية العالم وهكون أنا هنا في أمان. وبيقول له هتعمل إيه لو وجدها؟ وبيقول له يبقى لازم أنت تقضي عليه، وبيكلفه يروح وراه ويتجسس عليه في رحلته للبحث عن الفروة. وبيسمعهم الكاهن، وبيقابل جيسون الكاهن أثناء تجواله في الليل، وبيشوف تمثال آلهة اليونان هيرمس جالب الأحلام وطواف الليل، وبيقول له ده مجرد تمثال مش أكتر. وما بيؤمنش جيسون بآلهة اليونان لأنه بيعتقد إنهم تخلوا عنه وعن أسرته. وبيقول له الكاهن ما بتطلبش ليه من الآلهة يساعدوك عشان تحصل على الفروة؟ وبيقول له هما ما بيستجيبوش للمؤمنين، هيستجيبوا لي أنا وأنا غير مؤمن؟ وبيقول له تعالى. بيقول له جيسون فين؟ بيقول له عشان تؤمن وتستجيب لك الآلهة. وبيتحول الكاهن للإله هيرمس وبيسد أفق السماء، وجيسون في ذهول وبياخده للسماء وبيصعد بيه لزيوس في جبال أولمبس، وبيعرض عليه زيوس سفينة ورجال لرحلته، وبيرفض مساعدته، بيقول له أنا هجدهم بنفسي، لكنه بيحمل هم العثور على الفروة الذهبية. وبتقول له هيرا ابحث عن الفروة الذهبية في أرض كولشيدز، وبيقول لها لكنها في نهاية العالم ومفيش يوناني واحد وصل هناك. وبيقول زيوس للآلهة عرضت عليه سفينة بطاقمها لكنه رفض مساعدتي، وبيتجمعوا حوله باستغراب. وبيقول له هتحصل على الرجال ازاي؟ بيقول له هعلن عن مسابقة أولمبية للألعاب وهختار عن طريقها أقوى الرجال عشان ييجوا معايا الرحلة. وبيعجب هيرا تفكيره، وبيقول لهم هتكون مسابقة مفيش زيها في اليونان، وبيقول بعد إذن الآلهة طبعا. وبيرضى زيوس بكلامه وبتبتسم هيرا، وبيقول له زيوس أحسنت، وبيقول أفضل عبيد للآلهة اللي بيطلبوا منهم أقل إعانة. وبيعمل جيسون المسابقة الأولمبية عشان يختار أقوى الرجال للرحلة، وبيروح معاهم أكاستوس ابن بلياس عشان يتجسس عليه. بيجي هيلاس بعد انتهاء المسابقة وبيقول لهرقل القوي أنا جيت متأخر، لكن لو هزمتك في لعبة ممكن جيسون ياخدني معاكم. وبيضحكوا على كلامه لأن مفيش حد بيتفوق على هرقل أقوى رجل في اليونان. وبيشاهد جيسون المنافسة في اهتمام وهو مبتسم، وبيقول له هرقل شايف الصخرة البعيدة دي؟ مفيش أي إنسان استطاع الرمي عندها. وبيقول له هيلاس أنت بتطلب مني أرمي عندها ولا أتجاوزها؟ وبيضحكوا من كلامه، وبيقول له هرقل لو وصلت حتى لنصف المسافة هيبقى كويس.
وبيقول له ارمي، بيقول له هيلاس بعدك. وبيرمي هيرقل القوي وبيصيب الصخرة البعيدة بالقرص وبيسقفوا له. وبيرمي هيلاس بكل بساطة وبيتجاوز القرص الصخرة وبيندهش هيرقل وبيهتفوا له كلهم وبيشاهدهم زيوس وهيرا. وبيقول جيسون معي الآن أقوى الرجال البحارة. وبيحصل على سفينة أرقس وبيستأجرها منه وبيقول له إنه هيروح معاه للرحلة. وبيجد عليها تمثال هيرا وبتنظر له وبتنطلق السفينة للرحلة. وبتقول هيرا لجيسون اتجه نحو الشمال وأوصل لجزيرة البرونز. بيقول لها محدش سمع عن الجزيرة دي قبل كده. بتقول له هساعدك للوصول لها. بيوصلوا لجزيرة البرونز وبينزل هيرقل وهيلاس وبيشوفوا تمثال برونزي لتيلوس وهو حارس جزيرة كريت اللي وضعه هيفيستوس إله الحدادة والاختراع والفن والتماثيل، وأمروا بحماية الجزيرة والكنوز وحماية مدخل أوروبا كلها في الجزيرة. وبتقول الأسطورة إن تيلوس بيتجول في الجزيرة 3 مرات يوميا عشان يحميها وبيقذف الحجارة على الغزاة اللي بيصلوا للجزيرة. بيسخر هيلاس من هيفيستوس وبيقوله إنه مجرد تمثال هو والتماثيل الكتيرة اللي هنا في الجزيرة. وبيشوفوا غرفة ضخمة مليئة بالكنوز وبيقول هيلاس دي غرفة كنوز الآلهة. وبيشوف لؤلؤة في حجم الكرة وبيمسك هيرقل رمح وبيقول له هيلاس ده دبوس هدوم لكنه ضخم عشان ده خاص بالآلهة. وبياخد هيرقل الدبوس معاه وبيقول له هيلاس اترك الدبوس هنا أحسن، لكنه بيرفض وبيقول الآلهة مش هتهتم لدبوس صغير. وبيبدأوا يخرجوا لكن بينقفل الباب عليهم وبيدفع هيرقل القوي الباب وبيخرجوا. وبيبدأ تيلوس يتحرك وبينظر لهم وبيترعبوا وبيهربوا بسرعة. وبينزل تيلوس البرونزي حارس جزيرة البرونز وعاوز الدبوس. بيصعد جيسون للسفينة مع رجاله وبينتظروا هيرقل وهيلاس اللي اتأخروا عنهم. وبيتفاجئوا بتيلوس جاي هاجمهم خلف هيرقل وهيلاس وبيحاول يمسكهم وبيجروا وبينطلقوا بالسفينة بعيد عنه، لكنهم بيتفاجئوا انه استدار وبيسد الطريق عليهم في البحر وبيحمل السفينة وبيقلبها وبيسقطوا كلهم في المية. وبيوصل جيسون لتمثال هيرا وبتقوله حذرتك، تيلوس هيحاول يقتلكم كلكم بسبب اللي عمله هيرقل. وبيقول لها نعمل ايه؟ وبتقوله انظر لكاحله. وبتقوله مش هقدر اقولك اكتر من كده. بينزلوا تاني للجزيرة بعد ما اتحطمت سفينتهم، لكن تيلوس بيطاردهم اللي ما بيسمحش بأي ضيوف على الجزيرة وخصوصا اللصوص. وبيختبئ جيسون خلف الصخور عشان ينظر لكعب رجليه زي ما هيرا قالت له. وبيشوف جيسون غطاء فيه كاحله وبيروح وبيحاول يفتحه وبيبدأ يتفتح قليلا وبيحاول تاني وبينفتح وبيخرج منه سائل حار. وبيبدأ تيلوس يتعب وبيختنق وبيتشقق جسمه وبيبدأ ينهار. بيسقط الدبوس من هيرقل وبيروح هيلاس عشان يجيب الدبوس، لكن تيلوس بيسقط فوقه وبيتحطم. بيعيدوا بناء السفينة من جديد وبيرمموها، لكن هيرقل حزين جدا عشان هيلاس وبيقول الآلهة عاقبته ليه مع إن كان خطأي أنا. وبيقرر يظل في الجزيرة حزين على هيلاس. وبتقول هيرا لجيسون هيرقل مش مصيره وجوده في السفينة، وبتقول له اتركه زي ما هو عاوز في الجزيرة لأن زيوس هيعهد إليه بمهام أخرى. وبيقول لها وإحنا؟ بتقول له أبحروا إلى فريجيا وابحثوا عن فينياس الضرير. وبتقول له إنه هو الوحيد اللي هيقدر يساعدكم في طريقكم. فينياس الضرير معذب لأنه كل ما بيحاول يأكل بتنزل الشياطين وبيخطفوا منه الأكل. وبيقول لزيوس أنا أخطأت لكني لا أخطئ كل يوم، فلماذا تعاقبني كل يوم؟ وبيجوا للجزيرة وبيشوفوا الشيطانين. وبيقول فينياس لجيسون كنت عراف لكني أسأت استخدام النبوءة فعاقبني زيوس. وبيقول فينياس لجيسون هساعدك لكن بشرط تنقذني من الشيطانين اللي بيعذبوني. وبيوافق جيسون. وأثناء فينياس ما بيتناول الطعام بيجي الشيطانين عشان يخطفوا الأكل منه وبينزلوا بسرعة الشباك على المكان من الأعلى. وبيأمر جيسون ينزل عليهم الشباك وبيأثروهم. وأخيرا بيتناول فينياس الطعام بدون إزعاج الشياطين. وبيسألوا جيسون عن الطريق لأرض كولشيت
وبيقول له الطريق لها عبر ممر الصخور المتلاطمة في الشمال الغربي، وهتصل هناك بعد 5 أيام. وبيقول له أي آلهة اليونان اللي هتساعدك؟ بيقول له مفيش حد هيساعدني، لأن هيرا قالت له دي آخر مرة هساعدك. وبيديله تمثال صغير وبيقول له ده كل اللي أقدر أساعدك بيه. وبيقول له جيسون اعطيهم بعض الطعام اللي تسمح بيه لهم، وبيرمي فينياس لهم بعض الطعام. وفينياس فرحان لأنه أصبح بياكل براحته بدون ما الطعام يطير منه. بيوصلوا لممر الصخور المتلاطمة، وهو ممر غريب ومخيف، وبيشوفوا أمامهم سفينة قادمة للممر، وفجأة بتتحرك الصخور حولهم وبتسقط وبتغرق السفينة بالكامل أمامهم. وبيشعروا بالإحباط الشديد من المنظر اللي شافوه، وبيسألوا جيسون هل هنعبر؟ بيقول لهم نعم. وبيسخر جيسون من الآلهة وبيقول الآلهة عاوزين يتسلوا. وبيغضب زيوس وبيقول لهيرا جيسون تخطى حدوده، لكن هيرا بتقوله عشان بيقول الحقيقة. بيعبروا الممر وبتنهار الصخور حواليهم، وبيقوله أرغوس توسل للآلهة تساعدنا، وبيقول آلهة اليونان قاسية لازم نتعلم نتصرف بدونهم. وبيرمي التمثال الصغير اللي أعطاه له فينياس في البحر بغضب، وفجأة بيفور البحر وبيصعد منه إله البحار بوسايدون، وهو إله البحار والزلازل في اعتقاد اليونان. وبيحجز الصخور من إنها تنهار فوقهم، وبيمسك الجبلين اللي حولهم وبيمر أسفل ذراعه وبينظر لهم، وبيقول لهم أرجوس جدفوا بسرعة وبقوة حتى تنخلع قلوبكم وتتصلب ظهوركم. وبيجدفوا عشان يعبروا بسرعة، وبينظر لهم بوسايدن منتظر عبورهم. وبعد نجاحهم في العبور بينزل بوسايدن المية مرة تانية، وبيتعلق هيرا وهم بيشاهدوا جيسون والرجال اللي معاه. وبتقول جيسون جدف على الآلهة، وبتقول لزيوس تركته بدون عقاب. بيقول لها زيوس لو هعاقب على كل تجديف هفقد الإخلاص والاحترام. بيجدوا رجلين وامرأة باقيين من حطام السفينة وبيحملوهم لسفينتهم. بيعرف جيسون أن المرأة اسمها ميديا، وبيقول لهم جيتوا منين؟ بتقول له جينا من أرض كولشيت، وهي نفس الأرض اللي بيقصدوها. بيقول لهم جيسون أنهم هيدخلوا الأرض في سلام بدون هجوم، لكن أكاستوس بيختلف معاه وبيقول له هنهاجمهم أثناء الليل وناخد الفروة الذهبية. لكن جيسون بيعرف نية أكاستوس وبيقول له بعدها تطعني في ظهري. وبيغضب أكاستوس وبيقول له هتموت على كلامك ده، وطبعا عاوز يتخلص منه عشان يحمي ملك أبوه بلياس من جيسون بعد ما هيحصل على الفروة الذهبية. وبيصارع جيسون وبيتبارزوا، وبيسقط من جيسون سيفه وبيهاجمه، وبيسحب أكاستوس هيلب السفينة وبيهاجموا بيها. وبيتغلب عليه جيسون وبياخد منه الهلب، وبيقفز أكاستوس في البحر، وبيأمر أحد رجاله يقفز وراه، وبيتصارعوا في عمق البحر لكنه بيقضي عليه وبيهرب. بتعالج ميديا جرح جيسون بزهرة عجيبة لها قدرة على الشفاء، وبيشفى جرحه في الحال. وبيروح جيسون لأرض كولشيت بمساعدة ميديا، وبيقابل إيتس ملك كولشيت وبيشكره على إنقاذه للثلاث أشخاص اللي كانوا في سفينتهم اللي غرقت. وبيدخلوا ضيوف مسالمين لأرض كولشيت، وفجأة بيقول إيتس أنا عارف إنكم جيتم عشان تستولوا على الفروة الذهبية، وهنعاملكم كما تستحقون كمجرمين ولصوص وغزاة. وبيجردوهم من أسلحتهم، وبيقول نشكر شخص واحد فقط اللي بلغنا عن مخططكم، وهو أكاستوس ابن الملك بلياس. وبيتضح إنه عايش وراح لهم عشان يقول لهم عن نية جيسون وإنه هيستولى على الفروة الذهبية من أرضهم. وبيحبسوهم، وبتاخد ميديا مفتاح زنزانة جيسون من الحرس أثناء الليل، وبتقول له اهربوا بسرعة وانسى الفروة الذهبية عشان ترجع لبلدك بسلام. لكن جيسون بيرفض، وبتقرر تروح معاه لأن طبعا إيتس هيقرر بإعدامها بعد تحريرها لجيسون. وبيقول أحد الحراس للملك إيتس إن كل الحرس مخدرين وإن جيسون ورجاله هربوا، وبيقرر يطارد جيسون ويوصلوا له. بيوصل أكاستوس للفروة الذهبية قبل جيسون عشان يحمي أبوه، ويفشل مخطط جيسون. وبيوصل جيسون للشجرة
وبياخد الفروة، لكن بتظهر له أفعى ضخمة برؤوس متعددة وبتهاجمه، وبيشوف أكاستوس والأفعى بتحمله وهو بيحتضر، وبتتجه الأفعى نحو جيسون وبتهاجمه، وبيحاول يهاجمها بكل جهده، وبيصعد للفروة لكنها بتاخده وبتحمله لكنه بيهرب منها وبيطعنها بالسيف وبتموت، وبيموت أكاستوس، وبياخدوا الفروة الذهبية، لكن بيجي إيتس وبيكتشف إنهم أخذوا الفروة. بيطلب إيتس من إلهة الظلام هيكات إنها تعطيه أطفال أسنان الأفعى وهم أطفال الليل، وبتنزل رعد ونار من السماء على الأفعى وبتحترق، وبياخد إيتس أسنانها وبيجمعهم في وعاء، وبيصعدوا الجبل خلف جيسون. بيرمي أحد الجنود سهم عليهم وبتتصاب ميديا بالسهم وبتحتضر، وبيضع الفروة الذهبية فوقها اللي لها قدرة عجيبة على الشفاء، وبتضيء الفروة بلون الذهب، وبتعود ميديا للحياة. لكن بيوصل إيتس ومعاه رجاله لهم، وبيتمتم تعويذة بيستدعي بيها أطفال الليل، وبيرمي أسنان الأفعى على الأرض، وبتبدأ تنشق الأرض وبيخرج منها هيكل عظمي محارب، وبيخرج العديد منهم من الأرض، وبيأمرهم يقضوا عليهم، وبيتجهوا نحوهم وبيهاجموهم، وبيتصدى ليهم جيسون واتنين من رجاله، وبينتظروا باقي رجاله في السفينة في البحر، وبيواجهوهم بكل شجاعة، وبيستمروا في الهجوم عليهم وبيهاجموهم وبيلحقوهم في كل مكان، لكنهم بيبرزوهم ببسالة وبيقتلوا واحد منهم، وبيسقط جيسون 3 منهم وبيقضي على الرابع، وبيتبقى معه واحد فقط، وبيهاجم واحد منهم جيسون عند حافة الجبل، وبيجي 2 آخرين وبياخد رمح من واحد منهم وبيهاجمه، وبيقضوا على آخر واحد متبقي مع جيسون فوق الجبل. بيهاجم جيسون 2 منهم، لكن بيجي 3 آخرين وبيقفز من فوق الجبل في البحر، وبيسبح نحو السفينة ورجاله في انتظاره، وبتشوف هيرا انتصاره وبتفرح، وبيشاهد معاها زيوس، وبتشوف هيرا جيسون وميديا وواضح إنها بتغير، وبيقول لها زيوس دعيهم يتمتعوا ببحر هادئ ونسيم منعش بعد اللي شافوه، وبيقول لها الفتاة جميلة وأنا عاطفي، وبتضحك هيرا. إذا أعجبك الفيديو فلا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد.